منطقي منطقي لما يبقى يتيم وأمي ويبقى سيد العالمين، منطقي الحساد هتكتب، والعدا والكارهين، واللي هيقول لك ده شاعر، واللي هيقول لك ده ساحر، واللي هيقول لك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم. منطقي. هي غيرة، هي غيرة زي غيرة الوليد بن المغيرة. مش كان هيسلم بس حاجة في نفسه حكت، كبر وخلى نفسه شكت. اصل ده الكبر ده اكبر خطر. بس يعني الجنة تعمل وحدها، حبة في الجنة ونعيمها وحبة في سقر. منطقي. ومنطقي لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدا، ما دمت مش زارع بايدك غلتك والجوع جرف على معدتك فزلتك، ما دمت متشتت وتايه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع كلمتك؟ ومنين يجي لك وش تحمق ولا تغضب ولا ترفع شكوتك؟ هم مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبة صور، هم مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبة صور، هم عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر. هم قاصدينك وقاصديني وقاصدين كل جيلنا، وطول ما نتشتت ونتفرج وبنداري الحجايج لسه ياما راح يجيلنا. هم لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، كانوا هيسموه بعدله وبسماحته وبهدوءه. كانوا شافوا ان الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من وضوءه. لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا فهمناهم ان الدين بتاعنا لا فيه ادب ولا فيه عمل ولا فيه علوم ولا فيه فنون. اتلهينا فاحنا كنا واحنا كنا واحنا كنا ونمنا في اللي راح يكون. بس احنا فوقنا بجد اسفين لك، احنا فوقنا بجد اسفين لك وراجعين لك. شعبك نشيط عامل وصافي وتقي زيك يا سيدنا النبي يا ابو قلب طاهر نقي. اما اللي واكلاهم غيرتهم فده منطق.